اول حاجه هنزودها في اللاب، هنضيف له قطع رام تاني 8 جيجا بايت، بس الباص بتاعها مش 2400 لان مش موجود في السوق، هختاره 2666. ده الباص اللي ما يحصلش بينه تعارض بينه هو وال 2400 اللي راكب. يعني انا دلوقتي عندي قطعه رام 8 جيجا بايت 2400 الباص بتاعها راكب في الجهاز، عشان ما اضطرش اخلعها ارميها واجيب 2 جداد، جبت رام 8 جيجا بايت 2666 الباص بتاعها عشان ما يحصلش تعارض مع ال 2400، عشان الاثنين يشتغلوا بتناغم مع بعض. يعني بدل 8 جيجا بايت بقي 16، وده اقصى حد للرام في اللابتوب ده. يعني لو زودت عن 16 جيجا بايت مش هيستعملها اصلا، مش هيستعمل غير ال 16 بس. وهنضيف له هارد اس اس دي 240 جيجا بايت من سانديسك. الهارد ده هيبقى للنظام وللبرامج تثبت عليه عشان تبقى فتح النظام اسرع وفتح البرامج معاك اسرع. زائد هنجيب كادي نبدله بدل السي دي روم، نشيل السي دي روم خالص، محدش بيجي بيستعمله، او انا حاليا ما بقتش بستعمل الاسطوانات ومش لازمني، هو كانش لازمني اصلا من الاول، بس هو اللاب كان مواصفاته جايه كده. فالكادي هحط فيه الهارد القديم الاتش دي دي، هحطه فيه واحطه مكان السي دي روم، يبقى للتخزين كله الواحد تيرا. وال 240 جيجا الجداد هيبقى البارتيشن السي عشان افرد عليه النظام والبرامج.